اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده الحقيقة يا جماعة الفيديو بتاعنا آه مدام بعتتهولي، وهي في الحقيقة في مشكلة وسابت البيت بسبب الحوار دوت. وهي بعتالي لو سمحتي نزلي مشكلتي وشوفي الناس هترد تقول ايه، وانا كده صح ولا غلط، لاني استحملت كتير جدا. في الحقيقة الست ديت في مشكلة وفي معاناة مع زوج مش حاسس بالمسؤولية ولا حاسس بزوجته، ولا عارف أصلا يعني إيه زوجة ولا إيه يعني إيه بيت ولا أولاد. الزوج اللي معانا النهاردة يا جماعة متجوزة هي الست ديت بقالها 10 سنين. في خلال ال10 سنين دول الزوج دوت كان دايما بيطلع صحابه البيت وهي ترفض، وهو يطلعهم البيت وهي ترفض. وبعدين قال لها ده بيتي وانا حر فيه، وتستقبلي كمان الناس وتستقبلي الضيوف دول وتعملي لهم عشاء وتيجي تقدميه وما يبقاش عندك اي مشكلة. ولما بتعترض بيقول لها ده بيتي وانا حر فيه. طيب دلوقتي هي من كتر الخنقة وان هي تعبت وان هي مش لاقية اي امل معاه، سابت البيت ومشيت. بس قبل ما تسيب البيت وتمشي اتكلمت معاه كتير قوي، وقعدت تقوله انت مش راجل. وفي فيديو الحقيقة انا كنت عاملاه قبل دوت، هي فرجته له فضربها، لان انا كنت بتكلم في الفيديو دوت على الراجل الديوس اللي مش بيخاف على بيته ولا على مراته ولا على حرمة بيته. فضربها وقال لها سيب البيت وامشي لو انت مش عاجبك العيشة ديت. فهي الحقيقة سابت البيت ومشيت. بس هي بتقول لي هو انا كده صح ولا غلط؟ هو انا الراجل دوت صاحبه ده، والله هي قالت كده بيبقى عينيه زايغه وعينيه دايما عليا. وفي صاحب معين بيجي وبيتجول في الشقة عادي ويخش الحمام ويخش أوضة الأطفال، وممكن يجي يقف معانا أنا وجوزي في المطبخ، وأنا بتضايق جدا وبلاقي نظراته مش طبيعية. فأنا قلت لها يعني حاجة واحدة، وللأسف الشديد إن أنا قلت لها جوزك دوت مش راجل وديوس ومش عارف يعني إيه زوجة. والله أعلم متمسك بصاحبه كده ليه؟ تفتكروا راجل يلاقي بيته هيتخرب بسبب راجل يقوم موافق برضه ومصر عليه ويخلي مراته تروح عند أهلها؟ ليه؟ يعني أنا متخيل لو الراجل دوت في مكانه عمره أبدا ما هيخرب بيته عشان صاحبه، ده طبيعي. مفيش راجل يخرب بيته علشان واحد صاحبه. كل الحكاية اللي هو كان هيقوله يعني اي حاجة، احنا مش عاملين اكل النهاردة، احنا مش هنسهر النهاردة، المدام مش في البيت، اي حاجة وهنقعد على القهوة. صاحبي وصاحبك على القهوة. ما ينفعش بيت يكون فيه زوجة واولاد وراجل غريب يطلع يقعد معاهم. لا، وبتطلع بهدوم البيت وتيجي تلبس حاجة يقول لها لا ده صاحبي. عادي، انا عادي ما عنديش مشكلة لو هو شافك كده. وبيدخل الحمام وهي ساعات كتير بتنسى غياراتها الداخلية وهو بيشوفها. وبجد بجد الست دي بتعيش في مأساة مأساة ان جوزها ده مش راجل، وفي نفس الوقت اللي هو مش حاسس ان صاحبه ده بيبص لها او اللي هو عينه منها. فبجد ما عندوش اي احساس بالمسؤولية. هي دلوقتي مشيت وسابت البيت. طب يا بنتي باباكي قال ايه؟ بابايا قال ربنا يهديه، وهو قال لي طالما انت قعدتي عند ابوكي انا هقلب البيت زي ما انا عايز. فهي دلوقتي محتارة، هتفضل عند باباها كده والبيت هيتخرب، ولا تروح له وزي ما تيجي تيجي؟ انا عايزة رأيكم في الكومنتات علشان هي هتشوف الفيديو دوت. طب لو روحت البيت تفتكروا اني هتيجي سليمة؟ تفتكروا ان الراجل دوت صاحب جوزها ده ما يتعداش عليها في يوم من الايام؟ انا ما اعتقدش. مادام هو مش محترم الراجل اللي مطلعه البيت، ولا جوزها اصلا محترم نفسه ومطلع راجل غريب البيت، يبقى نتوقع اي حاجة. خصوصا ان هي كلمتني في حاجات كتير جدا تخص جوزها واللي هو ضعيف فيها، وكلنا عارفين يعني ايه. فهي بتقول انا ممكن اضعف، بس انا عشان متربية عمري ما هعمل كده. بس لو جوزي فضل مستمر في الموضوع دوت، الله اعلم انا ممكن اعمل ايه. انا ممكن اضعف بس انا متربية. وممكن صاحب جوزي دوت يخون جوزي معايا،
أنا أعتقد أي حاجة، ومش يعني مش مستبعدة أي حاجة. آه، هي متربية وعارفة ربنا كويس جدا. بس يا جماعة دايما الإنسان خطاء، ودايما الإنسان ضعيف. افرض هي مرة ضعفت، افرض الوضع هيكون ايه؟ افرض حملت، هتبقى حامل من صاحبه؟ ايه الوضع؟ انا عايزة حد يرد عليا ويقول لي ايه الوضع، لان انا بصراحة انا مش مشجعاها على الخراب، بس انا مشجعاها ان هي تاخد خطوة ايجابية، وان جوزها يبطل يطلع صاحبه. هنعملها ازاي ديت؟ مش عارفين، لان ابوها راجل كبير في السن وامها ست كبيرة، وهو مش لاقي حد يتكلم معاه. فهي كل اللي عملته خدت موقف عشان تسيب البيت وتمشي، يمكن يعرف بقيمتها ويبقى عايز ولاده. بس هي لغاية دلوقتي بتقول مفيش جديد، ولا عارف بقيمتي، ولا عايز ولاده، ولا بيكلمني، ولا بيعبرني. يعني عايش هو وصاحبه في شقتها. علاقة غريبة بين جوزها وبين صاحبه. ومش عايزة أخش في حاجات كتير واظلم الراجل دوت، عشان مفيش راجل طبيعي، وكلنا فاهمين يعني ايه يتمسك براجل ويخرب بيته. انا صاحبي هيخرب بيتي وهدخلنا الشيطان البيت؟ لا معلش، انت من طريق وانا من طريق. مش معنى كده ان احنا هنخاصم بعض ولا نفترق، لا، بس اشوفك بره في الشغل، اشوفك بره في الشارع. طالما وصلت لغاية خراب بيتي، لا معلش يا صاحبي اعذرني. لكن ده كان رد فعله غريب جدا. وهي بتقول هما بيقعدوا مع بعض بالساعات كتير جدا في الأوضة، وبيقفلوا عليهم الباب. فانا ما بحطش في دماغي وبقول يمكن بيشربوا سجاير. بس الحقيقة بقى لما قالت لي ان هو قال لي ده صاحبي وعمري ما هتخلى عنه، وعايزة تسيب البيت وتمشي امشي، انا مش بقيت ولا واثقة فيه ولا واثقة في صاحبه، والله اعلم هما بينهم ايه. فعايزاكم تقولوا لها رأيكم في الكومنتات، وهي هتسمعكم، وهي عايزة تعمل بنصيحتكم. انا نصحتها كتير والله، بس هي مصممة. طب لو سمحتي عايزة اسمع اراء الناس، لو سمحتي نزلي مشكلتي. والله كل يوم تقولي عملتي الفيديو ولا لسه، وانا كنت مترددة كتير ان انا اعمل الفيديو دوت، خصوصا ان انا يعني جوزها سقط من نظري جامد جدا. اول ما قال لها عايزة تسيبي البيت امشي، انا مش هتخلى عن صاحبي. علاقة غريبة. لو في أصدقاء أوفياء قوي كده وبيحبوا بعض للدرجة ديت تمام، بس يحبوا بعض بعيد عن البيت، يحبوا بعض بعيد عن مراته. ما ينفعش هي تقدم الحاجة بشعرها أو وات ايفر، بيجامة أو دفاية أو ترنج قدام صاحبك. هو حتى لو أخوك لازم تلبس الطرحة وتلبس الإسدال قدامه. فأنت ازاي صاحبك وواثق قوي كده فيه، اللي هو يعني مش هيبص لمراتك، او ان هو مش هيغازلها، او ان هو يعني مش هتروح كده ولا كده؟ ايه يا جماعة ده؟ مفيش غيرة على الدين، ولا غيرة على مراتك، ولا حرمة بيتك. وبتقول مرة والله العظيم كنت قاعدة براحتي، على فكرة حكيت والله العظيم حكيت لي حاجات كتير جدا. هي بتقول مرة انا كنت قاعدة براحتي وعادي، ولقيتهم لقيت جوزي بيفتح باب الشقة وصاحبه معاه، والاتنين دخلوا مع بعض في نفس الوقت. وزعقت له جوه، قلت له انت ازاي تعمل كده؟ قال لي عادي يا بنتي ده صاحبي. عادي يا بنتي ده صاحبي؟ لا انت بصراحة بني ادم مش طبيعي، مش طبيعي بمعنى الكلمة. وهي جدعة جدا اللي هي سابت البيت ومشيت، هي انقذت نفسها من الوباء اللي هي كانت فيه. وما ينفعش ترجع البيت تاني غير لما تحط حدود وشروط، اللي هي مفيش راجل يخش البيت طول ما هي موجودة، او حتى يا جماعة والله العظيم لو هي مش موجودة برضو الرجالة ما ينفعش يخشوا البيت. ليه؟ عشان ممكن هي تكون سايبة حاجة كده ولا كده داخلية، وهي مش موجودة. يجي ليه صاحبه البيت يشوفها؟ يجي ليه يطلع على حرمة البيت؟ حرام. فالراجل دوت لو ما التزمش ببيته وولاده ومراته، يبقى هو السبب في خراب البيت. والحقيقة هي متجوزة بقالها 10 سنين، ومش عارفة ازاي استحملت الفترة دي كلها. صحابه بيجوا فيها، بس هي بتقول ما زادش قوي غير اخر سنتين مع واحد معين بيطلع وينزل معاه ومعاه في الشغل، واصغر منه ب10 سنين.
فأنا بصراحة مستغربة العلاقة ديّة ومستغربة جوزها أوي، فإن شاء الله نلاقي لها حل بإذن الله، وأي حد عنده حل يحل لها مشكلتها يبعت لي على رسايل القناة أو الpage بتاع الفيس رانيوتا مسعد، أو دردشة رانيوتا على اليوتيوب، ومستنية آرائكم، وهي هتعمل بيها جدًا، وربنا يسترها على بيوتنا وعلى بيوت المسلمين جميعًا، واستودعتكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في فيديو جديد إن شاء الله. باي باي.